انا اي عبد الرؤوف ودي بنوتي مليكه، واحنا كنا حابين نحضر الايفنت ده جامد قوي بصراحه. كنا مبسوطين ان حاجه حصل عندنا في السوق هنا، حاجه اطفال ايماجين بصراحه، وبراكتس حلوه قوي ليهم، ويا ريت تكرروها عندنا كتير يعني. احنا بنتمنى عليكم، واحمد برضو معاكم برضو في الجروب ده داخل معانا. لو في حاجه روبوتس اكتر من دي كمان معاهم، ولو في برمجه هتغلبها بلابات او تاب وكده معانا يا ريت يعني. ده في حاجه عندنا، هو كمان برضو مشترك قبل كده عندنا في اسكندريه وفي المنوفيه، احنا اصلا المنوفيه برضو، وكان الحوار ده مبسوط علينا قوي، واحنا اتبسطنا قوي ان انتوا عملتوا ايفنت عندنا هنا. يا ريت تكرروه كتير، مش مره ولا التاني، كتير قوي عندنا. ان شاء الله. طب حضرتك شايفه ان البرمجه صعبه ولا كويسه؟ لا دي جميله، دي المستقبل، احنا مستنينا من زمان بصراحه، ده المستقبل. انا اصلا يعني شايفين ان الحاجه دي اتكررت كتير مع الشباب، ده هيمهد لهم حاجات اللي قدام قوي، فيا ريت تكرروها كتير عندنا. بصراحه حاسه ان هي ممكن تبتكر يعني، في شغل فيها يعني كنت فاقده فيها الامل بصراحه. لا ممكن تبتكر، وممكن تشوف بروجكت حلو وبراكتس حلوه جديده. واخوها كان شغال قبل كده برضو في الحاجات دي، بس هي ما كانش عندها الشغف الاول، بس لقيت ان هي متجاوبه، ودي حاجه حلوه معانا برضو. دي بتدور على البروجكت الجاي بعد كده من دلوقتي. طب انت